حبايب قلبي من جوه عاملين ايه؟ وحشتوني. اما انا بقى النهارده جايبه لكم حته حكايه جميله خالص. وهي واحده مخطوبه لواحد بقالها 4 شهور بس ما بتحبهوش. ادت لنفسها كام فرصه وحاولت ان هي تفهمه وتقرب منه بس ما فيش تفاهم بينهم خالص. طب ليه يا ست الكل مفيش تفاهم؟ قالت هو بيقول لي كلام حلو على طول، وعلى طول رومانسي معايا وكويس معايا ونحنوح. بس انا اصلا الكلام ده ما بيبسطنيش خالص وما بيريحنيش خالص. وحتى هو عايزني كمان ان انا اقول له نفس الكلام ده، بس انا مش قادرة، مش متقبلاه. دي حاجة. تاني حاجة، عصبي بطريقة وحشة قوي. بيكلمني بيتعصب عليا بأقل حاجة. وكمان شُفته قبل كده كذا مرّة وهو معايا على التليفون ألاقيه بيتعصّب على والدته، إن هو يكلمها بأسلوب وِحِش. أمّا أنت كده بتكلم والدتك بأسلوب وِحِش أُمّال هتعمل إيه معايا؟ ولمّا آجي أتكلم معاه في الموضوع ده يقول لي: "هو أنا كده عصبي وأنتِ واجب عليكِ إن أنتِ تستحمليني." دي حاجة تانية. حاجة تالتة، إن هو لمّا آجي أكلمه في موضوع الصلاة هو متقطّع، هو ما بيصلّيش أصلًا. لما اجي اكلمه في موضوع الصلاة يقول لي انت الخير والبركة، المهم انتي ومش عارفة ايه. وحتى ما بيحاولش يعدل من نفسه، اللي هو كل ما اكلمه في اي حاجة مفيش تفاهم ما بيني وما بينه. هو انا كده، فانا اعمل ايه؟ وكل ما اقول لاهلي انا عايزه اسيبه انا مش مرتاحه معاه يقولوا لي هو فرصه كويسه خالص ليكي ومناسب ليكي. طيب انا بقالي 4 شهور معاه ومش متقبلاه خالص، اعمل ايه؟ اكمل معاه عشان اسمع كلام اهلي وارضيهم؟ وخصوصا ان انا عندي 28 سنه وخايفه ما يجيليش فرصه كويسه تاني، ولا اعمل ايه؟ طيب بصي يا ست الكل، دلوقتي انتي بتقولي ان هو اول حاجة هو ما بيصليش، فهو اصلا مش مدي لربنا حقوقه، هيديك انت حقوقك وما بيحاولش يعدل من نفسه. دي اول حاجة الواحد يتكلم فيها. اول حاجة الواحد يتكلم فيها هي الصلاة، فاصفروا بذات الدين. دلوقتي هو اصلا ما بيصليش، دي حاجة تانية. انت لما بتيجي تكلميه في موضوع ان هو يحاول يغير من نفسه، هو ما بيحاولش ومش عايز يحاول، ما بيفكرش يحاول. هو انا كده، اللي هو انا كده وتستحمليني زي ما انا. مفيش حاجة اسمها استحملك زي ما انا، كلنا مليانين عيوب، بس الواحد يغير من نفسه. دي حاجة تانية. الحاجة التالتة ان هو بيقولك كلام حلو على طول وعايزك انت كمان تقولي له كلام حلو. هو مش اجبار، وخصوصا فترة الخطوبة دي ليها التزامات معينة ما ينفعش نتجاوز فيها في الكلام. فهو كله سايح عنده وهيجبرك، اللي هو انا عايز حاجة يبقى انت لازم تعمليها. خصوصا بقى يعني ده مثال اضربيه بقى في كل الظروف الحياتية بقى. كل موقف او كل حاجة هو عايزها هو هيجبرك عليها. يا كده يا يبقى وحش معاكي، او يعني مش هيبقى تمام معاكي، عشان هو عايزك تعملي اللي انت عايزاه. فيا ستي نصيحة، خسارة قريبة ولا مكسب بعيد. انت بقالك 4 شهور، ما ايه يعني 4 شهور؟ افسخي الخطوبة. لكن هتكملي وتتجوزي وفي الاخر ترجعي لهم بحاجتك وانت لسه عروسة جديدة؟ هما هيتبسطوا بكده؟ اقعدي واتكلمي معاهم بالراحة وفهميهم ان انا افسخ الخطوبة احسن مليون مرة من ان انا ارجع بحاجتي وهي عروسة. بيجيبوا حاجات كراتين لسه ما اتفتحتش والعروسة بترجع بيها، وخربوا مشاكل ملو حل. فعلى ايه انت كل ده؟ انت العينة بينة. فترة الخطوبة بتبين الشخص اللي قدامك. انت مش مرتاحة معاه ولقيتي فيه صفات كتيرة قوي صعب ان انت تتكيفي معاها، صعب ان انت تتقبليها. فلا، انت وقفي لحد كده وانهي الموضوع ده، وان شاء الله ربنا يرزقك بالاحسن منه. لكن ما تعمليش حاجة عشان خاطر حد. وصلي صلاة استخارة، صلي صلاة استخارة كتير، وان شاء الله ربنا هيقدم لك الخير.